السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفيميل كاتس او القطط البنات. المرة دي هنتكلم عن الميل كاتس او القطط الولاد، وللعلم ده تاني فيديو من سلسلة راسين في الحلال، وبرضه ممكن نقول عليها سلسلة يقطع جواز وسنين. القطط الولاد او التوم كاتس دول بقى بيختلفوا عن الفيميل كاتس ان هم ما عندهمش سايكل، ما عندهمش دورة تزاوج، لان هم بيتجوزوا في اي وقت وفي كل وقت وفي اي مكان وفي اي حتة. بص هتجوز ماليش فيه. علامات البلوغ بتبتدي تبان من عمر 9 شهور ل 12 شهر في المتوسط. برضه للذكر في بعض القطط بتتاخر عن كده، وفي بعض القطط ممكن عند عمر 4 شهور تلاقيها بلغت وضعك. وهنا تبتدي مرحله البهدله، هيرش في كل مكان. وهوبا ايه ده، انا لسه ما رشتش في المكان ده ازاي؟ لا ما ينفعش. على الارض والكنب والملايات والسراير وبهدله. ما خلاص يا وحش في ايه؟ يا نهار اسوح، كل ده رش؟ هو بالليل بعت لنا بندام ولا ايه؟ ده غير الصوت العالي اللي ما بيهداش طبعا عشان هو عايز يتجوز، والعصبيه الزياده نتيجه المنافسه ما بين الميل كاتس على التزاوج. اعراض طلب التزاوج بتزيد اكتر من عمر سنه ل3 سنين. خد بالك لان القط ساعتها هيحاول يطلع من البيت باي شكل لو انت ما متجوزوش جوه البيت، لان بره البيت في قطط بنات كتير وكتير منهم بيبقوا طالبين تزاوج. يعني كلك مفهوميه بقى، تلاقيه على طول باصص من الشباك ونفسه يطلع. بس يا قطه. بيتبسط قوي لما انت بتحط ايدك عليه وبالذات على الظهر. خد بالك ان هو لما بيرش بتبقى دي محاوله منه ان هو يكبر منطقه التيريتوري اريا، منطقه سيطرته، وبيحط ريحته في كذا مكان لعل وعسى اي قطه فيميل تيجي تشم كده ولا كده فتدور عليه فيتقابلوا ويتجوزوا. راسين في الحلال، خطه في منتهى الذكاء. زي ما قلنا القط ممكن يبلغ من عمر 9 شهور ل 12 شهر. في الوقت ده بيكون عايز يتجوز بس مش عارف يتجوز في نفس الوقت لانه لسه عديم الخبره في موضوع الميتنج. لما القط يعدي سنه هتلاقيه بيعرف يتجوز كويس. برضه في استثناءات، في قطط عفاريت قبل السنه بتلاقيهم يتجوزوا وليهم عيال كمان. زي ما قلت كده القطط الولاد بتطلب تزاوج طول السنه، بس برضه في فترات بيزيد فيها طلب التزاوج اكتر، وهم الربيع وبرضه الخريف. بس الربيع اكتر، وقت ما يطلب تزاوج جوزه. والله ما تعذبش الراجل اللي فيه مكفيه اصلا، غير انك لو منعت عنه التزاوج وهو طالب تزاوج بتزود احتماليه ان يجيله احتباس بول، قسطره بقى وحاجات ما يعلم بها الا ربنا. جوزوهم ها، دول غلابه والمصحف. بس ده كان الفيديو بتاع الميل كاتس. بالنسبه للناس اللي بتشوف الفيديوهات ومش لاقيه البيج لسه، اكتب ده في السيرش بتاع الفيسبوك هتلاقي بيج البيطار ظهرت. وبرده لسه هنكمل في سلسله في الحلال او سلسله يقطع جواز وسنينه. وابقى شاير الفيديو عادي على فكره، يعني ايه مكسوف تشير فيديو تعليمي عن القطط والكلاب؟ ما تنشف ياض في ايه. السلام عليكم.